أهلا أصدقائي في فصل جديد من تيس ويوسينيل. تيس ويوسينيل كانوا واقفين والمطر شديد، وكانت يوسينيل متأثرة جدا وقلقانة، وتيس بيحاول يغير وجهة نظرها إنها ما تمشيش، وبيحاول يقرب منها. ومن ساعة اليوم ده في حاجات كتير اتغيرت، وإن يوسينيل من ساعة ما شاركت في اجتماع دوكلانتيا كشريكة مع تيس يبقى كده معروف رسمي إنها قريبة، أو في حاجة بينها وبين الإمبراطور. ونتيجة ده إن ما بقاش في حد بيضايق أختها جانيل بالكلام، وكمان أختها بتتأقلم على طول، وكمان بقى عندها أصدقاء في الأكاديمية. كل الأمور دي اتغيرت بمجرد إن الناس عرفت إن يوسينيل قريبة من الإمبراطور تيس. وفي حاجة كمان اتغيرت، إن صديقة يوسينيل أورلين بقت هي المتحكمة، وحصلت على لقب الماركيز شين. ويوسينيل مبسوطة عشان صاحبتها. بس اللي اتغير بطريقة تانية علاقة يوسينيل بتيس. تيس كان مع يوسينيل وبيقول لها إنها ما تنفعش تكون مصممة كده وتتجاهله، ويوسينيل بتقوله إنهم كانوا في مكان عام وفي ناس كتير، وهو هيعمل إيه لو حد لاحظ قربهم من بعض. هو قال لها إنهم يفسروا للناس ويقولوا لهم إنهم بيحبوا بعض. هي اتفاجئت وقالت لا، ما ينفعش نقول كده. بعدها تيس قال لها إنها ما تقلقش، وإنه مش هيقول أي حاجة، وهو عارف إنها مش بتحب تكون محط أنظار، وإنه بيحترم رغبتها، وإنه مش هيعمل أي حاجة ضدها أو تضايقها. وقال لها إنه مبسوط إنه معاها، وده كفاية ليه هو. ويوسينيل قالت إنها كمان مبسوطة إنه معاها وجنبه. تيس مش مصدق إنها قالت كده، وهو مبسوط جدا، وقال لها إنه عايز يقرب منها بس لو هي وافقت. يوسينيل مش عارفة ليه هي مستسلمة لتيس كده، عشان هي قبلت مشاعرها ببساطة كما هي، ودلوقتي قلبها مليء بالسعادة وهي مبسوطة عشان آمنت بالحب، وإنها مبسوطة جدا عشان موجودة مع تيس. بعدها يوسينيل خرجت من القصر، وكانت العربية واقفة مستنياها، وكانت أختها جانيل الصغيرة كمان مستنياها. يوسينيل بتتأسف عشان اتأخرت على أختها، وبتقول لها إنها كانت بتجيب كتب عن السحر من المكتبة في القصر الإمبراطوري، عشان كده هي اتأخرت. بعدها يوسينيل ركبت العربية، وهي وأختها كانوا بيتكلموا، وأختها قالت إنها شافت واحدة جميلة قوي في حديقة القصر الإمبراطوري، وإنها ادت لها اللعبة اللي كانت معاها هدية ليها، وهي جميلة قوي وعينيها زرقاء فائقة الجمال. بس يا ترى أخت يوسينيل شافت مين دي في الحديقة؟ ويوسينيل بتقول في نفسها يا ترى مين دي، وإنها لما تشوف تيس تاني هتبقى تسأله عليها لو يعرفها. بعدها يوسينيل وأختها وصلوا البيت، والخادمة بتقول إنها تاخد الكتب عنها وتحطهم في أوضتها. والخادمة وهي بتاخد الكتب السحر بان عليهم، ويوسينيل قالت إن الكتب دي عليهم تعويذة عشان حمايتهم، وإنها تخلي بالها لما تلمسهم. أم يوسينيل كانت واقفة واتضايقت عشان هي عرفت إن بنتها راحت للقصر الإمبراطوري عند تيس، وبتقول لها انتي رحت للقصر ليه؟ ويوسينيل قالت لها وهي مبتسمة إنها راحت عشان محتاجة للكتب. بعدها أم يوسينيل قالت إنها عايزة تتكلم معاها شوية،
بعيد عن أختها. ويوسينيل متوقعة إن أمها هتتكلم في إيه، بس الغريب هنا بقى إن ليه أم يوسينيل مش بتحب تيس أو مش بتحب بنتها تقرب منه، رغم إنهم عارفين بعض منذ الطفولة. بعدها أم يوسينيل كانت واقفة مع بنتها، وأمها كانت بتجيب حاجة من على المكتب، وبتقول ليوسينيل خدي ده واقرأيها كويس. ويوسينيل بتقول ايه ده، وطلع دي قائمة بالشباب النبلاء المناسبين لسن الجواز. يوسينيل بتقول انت ليه بتديني ده دلوقتي؟ أمها بتقول ان ده مش الوقت المناسب عشان بنتها تعمل نفس الشيء، وهي لازم تلاقي شخص مناسب ليها بعيد عن تيس. يوسينيل بتضحك وبتقول لها إنها ما عندهاش وقت للكلام في الأمور دي، وإنها مركزة على البحث بتاعها. أم يوسينيل بتقول مدام كده إن أنت مركزة على البحث بتاعك، ليه أنت مستمرة في إنك تقربي من تيس، وليه بتروحي للقصر الإمبراطوري، وإنك ممكن تعملي البحث ده هنا من غير ما تروحي هناك. يوسينيل بتقول لها انتي قلقانة عشان لما بروح هناك ممكن اتورط مع الامبراطور اللي هو تيس، وبتقول لها انها ما تقلقش عليها، وانها عارفة هي بتعمل ايه، وان السبب اللي بيخليها تروح للقصر هو ان المكتبة اللي هناك بتحتوي على مواد مش موجودة في الأكاديمية اللي هي بتدرس فيها، عشان كده إنها ما تقلقش عليها. بعدها أمها قالت لها وهي متضايقة ماشي اعملي اللي انت شايفاه. ويوسينيل بعدها مشيت. بعدها أم يوسينيل افتكرت زمان اللي حصل معاها لما كانت مربوطة. بعدها يوسينيل كانت في أوضتها وبتفكر وبتقول في نفسها إنه متوقع إن أمها لسه مش بتحب تيس، وإنهم لما كانوا صغيرين ما كانتش بتعمل كده، بس دلوقتي هي بتتصرف تصرفات حد غريب، وبتسأل نفسها ليه أمها مش بتحب تيس، وإن بالنسبة لها إن تيس هو نفسه بغض النظر عن تغيير شكله. وبتقول إنها مرتاحة عشان أمها ما تعرفش إن اللي بيحصل بينها وبين الإمبراطور تيس. تاني يوم عيلة يوسينيل كانوا قاعدين بيفطروا وعادي بيعيشوا يومهم الطبيعي، وخلصوا فطار، ويوسينيل وأختها ماشيين. بعدها يوسينيل راحت للأكاديمية وهي كانت قاعدة في المدرج، وفجأة جه رئيس الأبحاث الجديد في الأكاديمية، والمدرج كله مش مصدقين إنهم قابلوا الشخص ده عشان هو عالم كبير في دراسة السحر. بعدها الساحر ده طبعا هو عارف يوسينيل من قبل كده، فبص عليها وغمز لها. بعدها الساحر ده عرف نفسه وإنه مبسوط إنه جه هنا، وإنه لو في حد عايز يسأل أي حاجة ليه هو. وكل المدرج بدأ يسأل الأسئلة اللي هم عايزينها. بعدها الساحر ده كان قاعد في حديقة الأكاديمية، ويوسينيل جت وهي بتقول إنها مستغربة إنها شافته هنا في الأكاديمية. هو كمان قال لها إنه كان بيسأل نفسه إنه هيقابل الأميرة تاني إزاي، وإنه بعد كده مش هيبقى فيه بينهم كتابة رسالة، لأنه هيشوفها في الأكاديمية على طول. بعدها يوسينيل سألته على إنه عرف حاجة على إنها تعرف ترجع لعالمها تاني إزاي. قال لها إنه البيانات اللي هي اديتها له تم حسابها، وإن البوابة جوانا سان
هي هتعمل هناك، يقصد فيه بوابة البعد التاني. وهو اداها المفتاح وقال لها ان المفتاح ده تبع المختبر بتاعه، وانها هتكون من هنا ورايح هتكون مساعدته. وقال لها انه مفيش حد يقدر يكون مساعد ليه غيرها. وقال لها لازم تخلي بالها منه في المستقبل عشان هي هتكون مساعدته. جوانا سان هو مكان مليان بالغموض ومساحته كبيرة جدا، ده غير انه مكان متغطي بطبقة سميكة من السحر، ومحدش يقدر يروح هناك غير اللي عندهم مستوى معين من القوة السحرية. وكمان هو مكان مش آمن خالص، حتى انه ممكن انه المعالجون اللي عندهم خبرة ممكن يضيعوا في المكان ده. لازم اللي يروحوا يبقى عندهم الاستعداد التام لأي حاجة تقابله. وكمان المكان ده هو الباب اللي بيفتح إلى البعد التالي للعالم. ودلوقتي لما عرفت يوسينيل على الموقع اللي هيخليها ترجع لعالمها الأصلي، هي بس لما توصل للمرحلة دي يبقى فاضلها انها تلاقي الموقع الدقيق داخل جوانا سان، وازاي هتفتح الباب. بس هي لسه ملقتش طريقة تعرف بيها هي ازاي هتشغله. بس هي ارتاحت شوية لما عرفت الأخبار دي، عشان هي تعبت قوي لما وصلت للطريق ده. بعدها يوسينيل وصلت للقصر الإمبراطوري، وجه تيس وكان مبسوط وعامل زي الطفل وهو شاف يوسينيل. بعدها تيس بيقول لها انت اتأخرتي ليه عليا؟ بعتلك كذا رسالة وانتي مردتيش، شكلك كنتي مشغولة. هي قالت انا اسفة بس كنت مشغولة شوية، وقالت انها كانت عايزة تشوفه عشان كده هي جت النهاردة. وقالت انها بقت ما عندهاش وقت من ساعة بقى عندها مشاريع كتير جديدة، عشان كده هي ما قدرتش تشوفه الفترة اللي فاتت. وهي بتكلمه بدأ يلمس ايديها وحاول يقرب منها. بعدها الخادمة جت وحضرت كل أنواع الحلويات. يوسينيل بتقول هي ايه المناسبة وليه كل الحلويات دي؟ تيس قال لها انه اهتم جدا بالحلويات دي واختارها بنفسه، كل أنواع الحلويات اللي هي بتحبها. يوسينيل شكرته وهو قال لها يلا ابدأي كلي ودوقي الحلويات كلها. هي بدأت تاكل، لاحظت طعم غريب في الأكل بس طعم حلو برضو، وسألته انت جبت منين الطعم ده؟ هو قال لها انها مهارة اللي عمل الحلويات دي، ودلوقتي في أصناف حديثة وكتيرة. هي قالت انت بتحاول تخدعني بطريقتك عن طريق الحلويات؟ هو بيضحك وقال لها لأ، ابدأي بس، أنا عايز أشوف وشك بيضحك على طول. بعدها يوسينيل راحت عند الساحر. هو قال لها إنه مبسوط عشان هي جت في الوقت المناسب، وطلب منها إنها تصنف وتنظم الوثائق دي على حسب الموضوع، وإنها لازم تخلصهم قبل المحاضرة بتاعة الصبح. هي استغربت جدا عشان هو طلب منها تعمل الوثائق دي كلها في وقت قصير جدا. هو قالها انه لازم يمشي عشان مشغول شوية، وسابها ومشي وهي ماسكة الوثائق ومتنحة. بعدها يوسينيل كانت قاعدة في الأوضة وبدأت تشوف موضوع الوثائق ده، عشان هي بقت مساعدة مدرس الأكاديمية، عشان كده لازم تخلصهم. نيجي للأكاديمية، كانت يوسينيل والساحر واقفين على الفصل
وبيشرح الساحر على دروس السحر، وقال لازم توروا اللي انتوا اتعلمتوه قدام مساعدته، يقصد يوسينيل يعني. بعدها يوسينيل اهتمت بأمور الطلاب وبأسئلتهم، وكان الساحر واقف وباصص عليها بإعجاب. بعدها الساحر راح للمكتب وكان بيفكر في يوسينيل، وبيقول إنها كانت المفروض تتعامل ببطء وتشتغل براحتها، بس هي اشتغلت وعملت كل المطلوب منها. بعدها جت يوسينيل وبتقول إن في رسالة كانت موجودة قدام المختبر، وبتقوله إنه معروف ومشهور جدا، وحطت الرسالة قدام المكتب. هو بيقول شهرة ايه دي؟ وبعدين لحد امتى الأميرة هتنادي عليا بلقب الأستاذ؟ أحسن حاجة ننادي بأسامينا بدون ألقاب. هي قالت لأ، انت الأستاذ، أنا مش هعرف هنادي غير كده. بعدها هي قالت له إنه عنده شعبية كبيرة، وفي ناس سألتها عنه إذا كان متجوز ولا لأ، أو يعرف حد يعني، أو في حد في حياته ولا لأ. هو بيضحك وقال لها إنه لأ، ما ينفعش يحصل ده أصلا، وقال لها طب انتي عندك حد في حياتك ولا لأ؟ هي سرحت وفكرت شوية وقالت إنها ما تعرفش، وبعدين اتلجلجت في الكلام. الساحر سرح شوية وباصص على يوسينيل وقال إنه مش هينفع إنه يفكر فيها، وهي هتكون أحسن وهي بعيدة عنه. بعدها نيجي ليوسينيل، كانت بتتدرب مع إيسيل، وإيسيل مش مركز معاها خالص. يوسينيل قالت له هو في ايه؟ مالك مش مركز ليه في التدريب؟ انت لو هتفضل كده انا همشي ومش هتدرب معاك. إيسيل قال لها انه مش مركز، وقال لها انه كفاية تدريب او النهاردة. هي قالت اللي بيحصل معاك قول وعرفني يمكن اقدر اساعدك. بعدها هم راحوا لأوضة الضيوف وقعدوا يتكلموا، وإيسيل حكالها وقتها إن أورلين بقت الماركيز في عيلتها، وبقت مش بتكلمه خالص ومشغولة على طول، وإنه زعلان من ده عشان هي ما بقتش بتعبره. وحكالها إنه شاف أورلين الأسبوع اللي فات مع واحد تاني، وهي ما سلمتش عليه، ولما بصت نادت عليه بلقبه من غير اسمه كده، يعني بقت بتكلمه رسمي، وكانت بتهزر مع الشخص ده، وكان شريكها في الحفلة، وبتنادي عليه باسمه عادي من غير ألقاب، وبتضحك معاه. كانت علاقتهم متقدمة، وقال لها شكلها عملت مسافة بيني وبينها فجأة، وقال لها إنه مش عارف يركز من كام يوم بسبب الموضوع ده. يوسينيل قالت له طالما الموضوع مضايقك كده اسأل نفسك، كل ده عشان أورلين كانت معجبة بيك انت، وانت مش سائل فيها، وكانت بتدور عليك على طول، ودلوقتي بقى انت لازم تروح لها وتتكلم معاها وتهنيها على منصبها الجديد. وكمان لما تروح هناك وتكلمها اسألها مين الراجل ده اللي كانت معاه في الحفلة، عشان ممكن يكون الراجل ده اتقرب منها عشان يغويها بسبب عشان المكانة الجديدة بتاعتها. بعدها إيسيل اقتنع بكلام يوسينيل وقال إنه لازم يتكلم معاها عشان هو صديقها الأول، ومش هيسمح إنها تبعد عنه. بعدها يوسينيل روحت البيت وقابلت أختها وحضنتها، وأختها قالت لها انت مش كنت بتتدربي مع صديقك إيسيل؟
وإنها مستغربة شوية منها. يوسينيل قالت لها إنها أختها الوحيدة وبتحبها قوي، أكتر شخص بتحبه في العالم ده. بعدها يوسينيل سرحت شوية وفكرت ساعة ما كانت بتتكلم مع إيسيل، وهو لما كان بيقولها وحكالها ساعة ما مشيت هي وأهلها من البلد. كان أبوه وأمه كانوا بيبصوا عليها وبس، واعتقد إن عيلتها اتجبرت على الرحيل عشان تم نفيهم. عشان كده هو مش قادر ينسى من ساعتها وبيتأسف ليها وقتها. بعدها هي راضته وقالت له إنه ما يحملش نفسه المسؤولية، وهي كويسة دلوقتي والأمور دي عدت على خير. وقالت له إنها هتمشي دلوقتي، وقالت له إنه في المرة الجاية يبقى يقول لها عمل إيه مع أولين لما يشوفها. بعدها يوسينيل راحت لأوضتها ولسه بتفكر في كلام إيسيل معاها، وإنه زعلان عشان حاسس إنه مذنب بسبب خروجها هي وعيلتها من البلد. وبتقول على أي حال مش لازم إنها تفكر بسلبية كده، وإنها بتتمنى إن الأمر ينجح مع إيسيل وأولين صديقتها لما يتقابلوا. نيجي لتيس اللي كان متعصب ومقوم الدنيا كلها على بعض وعمال يكسر في كل حاجة حواليه. وتيس متضايق جدا وبيفكر في يوسينيل وبيقول إنها قاعدة معاه لوحديهم، وكمان كانت بتتكلم بالوقت الطويل ده معاه. وقال وهو متضايق جدا إنه عايز يخلص عليه، وإنه عايز يخلص على أي راجل أو كل الرجالة اللي بتحاول تقرب من يوسينيل. ده باينه كده تيس شاف يوسينيل مع إيسيل أو مراقب كل تحركاتها. ونيجي ليوسينيل كانت في الأكاديمية، والبروفيسور كان واقف على المدرج وشرح وسائل للطلاب على أي حاجة هم عايزين يسألوا عليها، وقال ليوسينيل إنها تيجي المكتبة. وراحت يوسينيل المكتب واداها زهرة ورد وقال لها إنها تخلي بالها منها كويس. هي شكرته وقتها وقالت له إنها تهتم بيها كويس. والزهرة دي اسمها رادياتا، وهي زهرة مفيش منها 2. البروفيسور قال لها إنه مبسوط إنها عجبتها، وطلب منها إنها تحط الكتاب ده في المعبد، وقال لها إنه لازم يكون في المعبد عشان كان في حد خده وخلاه في الأكاديمية، وطلب منها ترجعه المعبد. هي قالت له مفيش مشكلة، هي هترجعه. بعدها هي خرجت من عند البروفيسور وماسكة الكتاب وبتفكر وبتقول في نفسها إنها شافت كتب كتير، بس دي أول مرة تشوف الكتاب ده، وإنها فضولية عشان تعرف عن الكتاب ده، بس هو قديم شوية عشان كده هو صعب عليها تفهمه. بس هي فتحته وبدأت تقرأ فيه ولقت فيه المفاجأة، فطلعت تجري وراحت عند الساحر وقالت له إنها لقيت الحل في حل اللغز، عدسة مكبرة، وقالت كده ومشيت وهي بتحاول تفهم أي معلومة مهمة حوالين الكتاب ده، وبتحاول تفك وتقرأ النص القديم. بعدها وهي قاعدة في الأوضة بتحاول تقرأ الكتاب بالعدسة، لكن الكتاب ظاهر ليها باللون الأسود وشكله سحر، وفك الشفرة صعب شوية. هي زهقت وقالت إنها ترجعه للمعبد تاني. تاني يوم هي راحت للمعبد والكل استقبلها، وكانت بتبص على الصور اللي كانت في المعبد. بعدها جه واحد من المعبد ورحب بيها، وهي قالت له إنها هنا عشان تسلم الكتاب ده. هو شكرها وقتها وسألها على إنها كانت بتبص على الصور.
هي قالت هي كانت بتبص على الصور وشكلها حلو، بس فجأة بيجي في بالها إن الصور دي مفيهاش غير سواد مقابل الإمبراطور المؤسس، وبتسأله إيه هو هواية الحاجة السودة دي. هو قالها إنها بتلمح على الكتل السودة. هي استغربت وقالت كتل سودة؟ هو قالها إنها لو شافت في أي كتاب قديم مش هتلاقي أي قصة عنه، بس الصور هي عبارة عن اللون الأبيض، بس إيه هو اللون الأسود اللي بيظهر فيه ده؟ والراجل ده قالها إنه صدفة، إنه مفيش غير كتاب واحد بس بيتكلم عن الموضوع ده وهو معاه دلوقتي، وقالها إنه قبل ما يجف الماء المقدس سيتم فك رموز النص القديم في الكتاب. هي استغربت جدا عشان لازم تفك شفرة الكتاب ده قبل ما يجف الماء المقدس، وقال لها وقتها انت عايزة تاخدي الكتاب ده؟ بعدها يوسينيل خدت الكتاب وبقى عندها فضول تعرف قصته ايه، ومين هو الشاب اللي واقف قدام السواد ده اللي هو في الأساس شيطان. وقتها الكتاب بيقول إن الظلام الشرير هيحوم حوالين العالم ويلوثه بالشر، وهو في الأصل كان ملوش اسم، بس كان الحضور بتاعه قوي جدا. وقتها السواد ده اقترب من الشاب وهمسله في ودنه وقاله إنه هيكون الشخص اللي بيستحق إن يحكم الإمبراطورية كلها، وده هيكون لو شرب من دمائه. وقتها الشرط ده كان إغراء للشاب عشان هو هيخليه زي ما هو عايز. عشان كده الشاب ده مرفضش الشرط، وبعدها الشاب ده خد دم السواد ده وشربه. تأسست الإمبراطورية الشمالية من خلال التضحية بكميات كبيرة من دم السواد ده اللي هو الشيطان، ودي هوايته الشيطان اللي الإمبراطور عمل اتفاقية معاه، وإن أحفاد العيلة الإمبراطورية اللي ورثوا القوة دي من الشيطان هم هيفضلوا تحت أمره على طول، وهم مش هيعرفوا يتخلصوا منه أبدا. طبعا الكتاب ده بيتكلم عن الإمبراطور تيس اللي عمل اتفاقية مع الشيطان عشان يغير من شكله ويبقى الإمبراطور الأول للعالم كله. والإمبراطور تيس غير من شكله عشان يوسينيل، لأنها قالت قبل كده إنها بتحب الشعر الأسود والعيون السوداء، وهو كان قبل كده شعره أصفر وعيونه ملونة، واتغير عشانها لأنه بيحبها. غير من شكله، ده حبه ليها تملك وجنوني. يوسينيل لسه بتكمل قراءة الكتاب بالعدسة المكبرة، وبعدها هي قفلت الكتاب وقعدت سرحت وبتفكر وبتقول مع نفسها إن معقولة الكلام اللي في الكتاب ده صحيح؟ مش ممكن يكون الأمر ده مجرد كذبة، لأنه في كتاب مقدس. وبتقول معقولة إن الإمبراطور تيس هو اللي ورث الدم المالكي؟ بعدها جه الساحر، ويوسينيل لسه قاعدة ومصدومة من اللي قرأته في الكتاب،
فالساحر بيقول لها انتي كويسة، شكلك كده فيكي حاجة. هي بتبتسم وبتقوله لأ، أنا كويسة بس شكلي مرهقة شوية. بعدها الساحر فكر شوية وفجأة قال لها إنها توافق إنها تكون شريكة ليه في حفلة هتتعمل النهاردة بالليل. بعدها يوسينيل من غير ما تفكر قالت له إنها موافقة إنها تكون شريكته وتروح معاه. الساحر ده استغرب شوية وقال لها انتي متأكدة؟ فهي بعدها بتبتسم وبتقول هكون شريكتك في الحفلة. في نفس اليوم جه الليل والعربية وصلت، ووصل الساحر لاستقبال يوسينيل الجميلة والأنيقة. بعدها قعدوا يتكلموا شوية، وبعدها هو بيمدلها ايده عشان تركب العربة، وبعدها هي ركبت. وقتها كان في عاصفة جامدة جدا والجو كان وحش. نيجي لمكان الحفلة، الكل كان جاهز للحفلة وكانوا مبسوطين، بس وقتها الناس دي مستغربين من صوت العاصفة المفاجئة. وقتها وصلت يوسينيل مع الساحر، والكل كانوا بيتكلموا عليهم وبيقولوا إن الأميرة يوسينيل على طول بيكون شركائها في الحفلات حلوين وفي قمة الوسامة. والكل بيسأل وقتها يا ترى مين الراجل ده اللي مع يوسينيل؟ فهو وقتها عرف نفسه وقال إنه ابن عم الدوق لانتيا، وقال على مكان عمله وبيشتغل ايه، وإنه أستاذ في الأكاديمية اللي هي كونسيو. الكل واقف ومستغرب جدا وبيقولوا إنه ابن عم الدوق لانتيا وكمان أستاذ في الأكاديمية. بعدها جه واحد وبيسلم عليه وبيهنيه بالحفلة. وقتها هو قال ليوسينيل إنه عايز يعرفها على الماركيز ده، والماركيز وقتها سلم عليها وشكرها على إنها جت للحفلة، وهي كمان سلمت عليه. وقتها هم قعدوا يتكلموا شوية عن الأبحاث في الأكاديمية. بعدها الماركيز ده مشي والحفلة لسه شغالة والكل كان بيستمتع بالحفلة. بعدها الساحر ويوسينيل قعدوا في مكان ما في الحفلة، والساحر قال إن هو مش بيحب الأجواء دي من الحفلات ومش بيحب الأصوات دي اللي في الحفلة. يوسينيل وقتها ردت عليه وقالت انت لازم تكون محطة أنظار عشان انت شخص أعزب وما عندكش حبيبة، عشان كده هم مهتمين بيك. رد الساحر عليها وقال لها يعني لما يكون عندي حبيبة محدش هيهتم؟ ردت يوسينيل عليه وقالت أيوة طبعا. بعدها الساحر فكر شوية وقال لها فجأة توافقي إنك تكوني حبيبتي؟ بس في نفس الوقت كانت في عاصفة شديدة جدا وصوتها عالي، ويوسينيل وقتها
ما سمعتش هو قال ايه. بعدها هي بتقول انت كنت بتقول ايه؟ هو رد وقال لا خلاص ما قلتش حاجة. ويوسي نيل بتقول انه في عاصفة شديدة جدا ومطر، وهي ما سمعتش انه هو قال ايه. تاني يوم يوسي نيل راحت الى المكتبة بتاع القصر الامبراطوري عشان تشوف عن القصة اللي هي شافتها في الكتاب. وقتها هي قعدت تدور في الكتب إن أي كتاب يتكلم عن الشيطان ده، بس وقتها هي ملقتش أي كتاب بيتكلم عنه، وكل المعلومات عنه مختفية. من ساعة ما جف الماء المقدس الموجود في الكتاب اللي هي قرأته كده الكتاب أصبح غير قابل للفك مرة تانية. ويوسي نيل مستغربة جدا لأنها مش لاقية أي معلومة عن الكتاب ده، وقالت إنها تروح للمعبد تاني عشان تشوف الشخص اللي اداها الكتاب ده. يوسي نيل مضيعتش وقت، بعدها راحت للمعبد وسألت عليه هناك، وهم قالوا لها إنه الكاهن ده أصلا مش عايش هنا ومش بيجي هنا في الأساس. يوسي نيل وقتها استغربت جدا عشان هي متأكدة إنها شافت الكاهن ده واتكلمت معاه، وبعدها هو كده اختفى وبقى ملوش أثر. وقتها يوسي نيل مشيت وبتقول في نفسها إن الراجل ده اختفى فجأة، وإن هو قال لها عن وجود الشيطان واختفى، وكأنه ظهر قدامها بس عشان يقول لها عن الموضوع ده ويختفي بعدها. بعدها يوسي نيل كانت قاعدة على المكتب وكانت سرحانة في اللي حصل معاها النهاردة، وفجأة ظهر ليها الإمبراطور تيس. فهي قالت له انت بتعمل ايه هنا؟ رد عليها تيس وقال لها انه متضايق جدا عشان هو عارف انها قابلت رجل تاني، وهي بتقول انها مشغولة طول الوقت. رغم كده هي راحت تشوف الراجل ده. وقتها يوسي نيل استغربت جدا عشان تيس قال كده، وبتقول طب هو عرف منين اصلا؟ فهي ردت عليه وقالت له انت تقصد عن إيسيل يعني؟ احنا اتقابلنا عشان هو كان عايز يشوف أولين ومهتم بيها، وهما زعلانين مع بعض، عشان كده هو جه يتكلم معايا. بعدها تيس سكت شوية وسرح، وبعدها قال أنا أقصد العالم أو الساحر، وقال لها انتي أنكرتي علاقتك بيا وخبيتي علاقتنا. يوسي نيل مصدومة جدا من اللي قاله تيس، وسرحت وفكرت ساعة ما كانت بتتكلم مع الساحر وهو سألها عن يكون في حد في حياتها، وهي مردتش عليه وقتها. وتيس قال لها إن هو عارف إنه صعب عشان يعرفوا الناس عن علاقتهم، عشان هي لو جه اسمها جنب تيس هيكون اسم العائلة الإمبراطورية مذكور. وقال إنها لما مردتش على الساحر على سؤاله هو وقتها اتضايق جدا
يوسينيل بتقوله إنها هي والساحر ده مجرد زملاء باحثين، وإن هو فهمهم غلط. الإمبراطور تيس رد وقال لها إن هو مش مضمون، يقصد عن الساحر. وقتها هو افتكر ساعة ما كانت يوسينيل والساحر كانوا ماشيين تحت المطر، وتيس كان مراقبهم وشايفهم، وكان واقف على الشجرة. ويوسينيل كانت وقتها بتتكلم مع الساحر، ودخلت، والساحر كان بيبتسم بعد دخول يوسينيل. بعدها تيس شاف الساحر كده، فهو عرف إن الساحر ده معجب بيوسينيل. وتيس عرف كمان لما الساحر عرض عليها إنها تكون حبيبته، لكن يوسينيل ما سمعتش وقتها. وتيس قلقان جدا عشان يوسينيل هتعمل ايه لما تسمع اعتراف الساحر ده تاني. يوسينيل ردت عليه وقالت: انت يا تيس ايه اللي مخليك قلقان كده؟ انت يعني مفكر ان الساحر ده بيحبني؟ وقالت انها مش مهتمة بحد، اللي يهمها هو قلبها هي. وقالت انها مش مهتمة بالساحر ده ولا بغيره. رد تيس عليها وقال لها انه ايوه طبعا هو كباحث، لكن هو عنده بعض الاعجاب ليكي. يوسينيل عارفة طبعا انها هي نقطة ضعف تيس، فهي قربت منه وقالت انها مش مهتمة بحد، وإن هو الشخص الوحيد اللي في حياتها وفي قلبها كمان. وقالت إنها هتفضل كده مش مهتمة بحد خالص غيره، وإنها بتوعده بده. بعدها طبعا وبعد ما تيس سمع كل الجميل ده، هو صدقها ووثق فيها وقرب منها وقتها. بعدها يوسينيل فضلت مع تيس في المكتبة وبتقول: هو من المفترض إننا نفضل قاعدين هنا في المكتبة كده؟ وبتقول إنه برغم إنها منطقة كتب محظورة إلا إنها مش في المكتبة خالص. وبتقول أي حد هيشوف وهيسمع كده هيتفاجئ. رد تيس عليها وقال لها إنه المكان ده مقفول ومحدش هيقدر يدخل هنا. ردت يوسينيل عليه وقالت له إنه هو حضر كل ده كويس جدا، وخطط إنهم يفضلوا في المكان ده لوحديهم، محدش يقدر يدخل للمكتبة هناك. تيس بيضحك وقال لها إنه هو طبعا عمل كده عشان يفضل مع يوسينيل خاصته لوحديهم، ومش عايز حد يزعجهم. بعدها يوسينيل لمست شعر تيس وبتقول إنه شعر تيس ناعم جدا. وهو رد وقال لها: يعني انتي حبيتي شكله؟ وقال لها: بتحبي ايه تاني فيا؟ هي قالت له انها بتحب عيونه برضو، والوجه والشفاه وصوته. وهي فضلت تتغزل فيه وقتها. والإمبراطور تيس فرحان جدا من كلامها، راح بايسها من على خدها، وهو مبسوط جدا وطاير من الفرحة
من كلامها الجميل تجاهه. فجأة هو قلب وتحول شكله وعايز يمتلكها ويقرب منها بطريقة مخيفة. بعدها يوسي نيل قالت له إنه هو مخبي حاجة عليها يا ترى، وإنه ما عندوش حاجة يقولها لها. هو اتفاجئ ورد وقال يعني ايه؟ انتي بتقصدي ايه؟ يوسي نيل بصت عليه وسكتت، وبعدها هي قالت له يعني انت مفكر اني مش هعرف انت مخبي عليا ايه؟ هو بص عليها ومتفاجئ من كلامها، وهي وقتها كملت الكلام وقالت إن هو في حاجة مهمة جدا لازم يقولها لها، وخاصة حاجة تخص اللي بينهم هما الاتنين. وقالت إن هو بيحاول يخبي الأمر عليها طوال الوقت. الإمبراطور تيس مصدوم من كلام يوسي نيل، وبيقول يا ترى هي بتتكلم عن ايه وسمعت ايه عني؟ ممكن تكون سمعت اني اقدر اشوف كل حاجة في الناس من خلال عيني، ولا عرفت اني عملت اتفاقية مع الشيطان؟ يا ترى هي تقصد ايه ولا عرفت ايه؟ وهو وقتها عمال يكلم نفسه وبيقول لو هي عرفت انا هعمل ايه؟ بعدها يوسي نيل لمست خده وقالت انها سمعت انه كان عنده اجتماع مهم، وهو ما راحش الاجتماع ده عشان كان تعبان، وهي سمعت انه تعرض للمطر في الوقت ده. الامبراطور تيس ارتاح شوية عشان يوسي نيل معرفتش حاجة عنه، وهو بيبتسم ورد عليها وقال لها إن هو ما قالهاش عشان ما تقلقش عليه، وهو كويس دلوقتي. فيوسي نيل مسكت ايده وقالت إن هو خاسس شوية، يا ترى هو حاسس بأي تعب ولا حاجة؟ وقالت إن هو لازم يهتم بصحته، وهي بدأت تقلق عليه. فهو طمنها وقال لها إن هو كويس وهو هيعمل أي حاجة هي عايزاها أو تطلبها منه. نيجي بعد كده يوسي نيل مشيت وكانت راكبة للعربة بتاعتها، وكانت قاعدة وسرحانة وبتفكر مع نفسها وبتقول إنها عارفة حاجة واحدة بس كويس جدا، وهو إن تيس بيحاول يخبي عليها حاجة مهمة جدا. وبتسأل نفسها هو بيخبي عليها ليه؟ هو كده مش واثق فيها يعني؟ وهو بيحاول يخبي عليها عشان هو عنده الدم المالكي. وبتقول هو ليه عمل كده؟ ما بقاش عنده خيار سوى إنه يتورط مع الشيطان. وبتقول إنها رغم كل ده هي مستحيل تتراجع عن حبه، وهي بتحبه أكتر بكتير من وهو عارف، لدرجة إنها مش عايزة ترجع لعالمها الأصلي بسببه. فجأة وهي سرحانة تعبت وفضلت تتألم، وده بيجيلها لما هي بتنسى حاجة. بعدها هم وصلوا والعربة وقفت، فالسواق بيقول إنهم وصلوا، فهي طلعت من العربة
وهي مبتسمة وماسكة ايديها، ولا كأنها حصل حاجة معاها جوه في العربة. والسواق بيقول لها ايه اللي حصل، عشان هو سمع أصوات وهو ماشي من جوه العربة. فهي بترد بتقول انه ما حصلش حاجة، هي قضت يوم تعب شوية، عشان كده هي مرهقة. وهي واقفة وماسكة ايديها. بعدها وهي داخلة في البيت، أمها قابلتها وبتقول لها إنها سمعت عن إنها راحت للحفلة مع عالم من الأكاديمية، وبتقول لها إنها عايزة تعزمه في يوم عندهم في البيت. وطبعا بتكلمها وهي مبسوطة. يوسي نيل بتقول لها إنها هي كده فهمت غلط، وهي راحت للحفلة عشان هو المسؤول بس، مش أكتر. أمها وقتها مصممة إنها عايزاها تتكلم عنه، ويوسي نيل متفاجئة ومش عارفة تقول لها إيه. وبعدها أمها قالت لها إنها عايزة تكلمها على حاجة مهمة وتستناها. يوسي نيل واقفة وبتفكر وبتقول مع نفسها إن أمها طول حياتها مهتمة بحياة يوسي نيل العاطفية، وعايزاها يكون معاها رجل مناسب معاها، وهي عايزة تعمل اللي أمها نفسها فيه. بس ليه ما يكونش الراجل ده يكون تيس؟ وبتقول إن تيس هو نفس سنها، وهو أقرب حد ليها طول عمرها من وهم صغيرين. بس هي عايزة تعرف ليه أمها مش بتحب الإمبراطور تيس. بعدها يوسي نيل قعدت مع أمها، وأمها بدأت بالكلام وقالت لها إنها عايزاها تعيش حياة سعيدة وهادية. وفجأة قالت لها إنها بعد ما اتولدت يوسي نيل إنها سمعت عن نبوءة في مستقبلها، وهي كانت خايفة عليها، ويوسي نيل هتختبر ده في مستقبلها. وبتقول لها عشان يوسي نيل عندها دماء بشرية مختلطة، ويوسي نيل مش جنية كاملة زي أمها، عشان كده هي مش هتقدر تتدخل في اختياراتها. وقتها يوسي نيل قالت لها ايه علاقة ده بمستقبلها وتيس؟ أمها قالت لها إنها قلقانة من تيس، ومسكت إيديها وقالت لها إنها مش هتقدر تمنعها تقابل تيس. ردت يوسي نيل عليها وقالت لها عشان هما جان. أمها قالت مظبوط، وقالت لها إن في قاعدة قديمة إن الطفل ده ممنوع يقوم بأي اختبار. تقصد تيس، وهو لو تخطى القاعدة دي فإن الجان هيبقى فاسد أكتر وأكتر، وفي النهاية هيتحول إلى ظلام دامس. وقالت لها إنها هتفضل جنبها مهما هي اختارت إيه. بعدها يوسي نيل راحت للأوضة بتاعتها وفتحت الصندوق اللي فيه الجوهرة الحمراء، ومسكتها وذكرت اسم تيس.
ونيجي لتيس كان قاعد في المكتب بتاعه، وهو حس ان يوسي النيل بتفكر فيه، وبيقول انه هو حاسس بيها رغم انهم بعيد عن بعض، وهو بيقول انها بتفكر فيه برضه، هي كمان في الوقت ده من الليل، وهو عايز يروح لها ويكون جنبها. وبكده يكون انتهى الفصل، وتابعوني في الحلقات الجاية عشان نكمل باقي الفصول. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا أصدقائي.